يلا نعمل الدوناتس، الترند اللي هيكسر الدنيا. بص، سهل جدا وبسيط ومكونات موجودة في كل بيت. دوناتس اقتصادي من غير لا لبن ولا بيض ولا اي حاجة، والنتيجة مضمونة. بص، نفس الشكل كده قطني وبيدوب في البق وجميل جدا جدا، مش هياخد معاك وقت في تحضيره. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض. 4 كوبايات دقيق، ننخلهم كويس. دقيق على فكرة متعدد الاستخدامات، يعني مش شرط حاجة تبقى فاخرة ولا الكلام ده كله، هيديك أداء برضو حلو جدا. وبعد كده بنحط بيكنج باودر حوالي نص معلقة كبيرة، ومعلقة نشا كبيرة، ورشة ملح، وحوالي 3 أو 4 معالق سكر كبار على حسب الرغبة. أنا حطيت 3 معالق كبار. وفانيليا، ما ننساهاش فانيليا أهم حاجة، ومعلقة خميرة فورية. ونقلب المكونات الجافة مع بعض. النشا على فكرة هو ده السر بالخلطة دي، في النشا، يعني ده اللي بيعوض غياب البيض والمكون الأساسي ده بتاعنا هنا النشا. ونعجنها كويس، هي مش هتاخد معانا وقت. ونضيف المية تدريجيا بقى عشان كل نوع دقيق على حسب. يعني مش هقدر اديك معيار في الدقيق وفي الاخر ما يظبطش معاك، فانت واحدة واحدة كده ضيف ايه. انا هنا خدت معايا حوالي كوبايتين الا ربع، وحوالي 3 معالق زيت. وادي النتيجة بعد ما عجناها. وانا بقى اوريك طريقة سهلة ومختصرة في ان انت يعني تعمل تكور العجينة بتاعة الدوناتس. في ناس تقعد تفردها وتعمل باسطمبة كده وتهدر فيها، بس الطريقة اللي انا بقولها لك دي اسهل واسرع على فكرة. وكمان بتخلي العجينة تخمر بسرعة معاك، ما تاخدش وقت، لان لما بتفردها بالنشابة بتبقى اتبططت كده، بتاخد وقت بقى على ما بترفع معاك. هي طبعا بيبقى شكلها، ممكن يكون شكلها يعني منتظم شوية، بس انا لو اعتمدت على ميزان هطلع برضو نفس الشكل ونفس الحجم يعني. انا بعمل كده بالنظر يعني. و... وانا هنا بحطها في دقيق وبسيبها كده. انا بالمناسبة عجنتها وبكورها على طول يعني، وبسيبها تخمر مرة واحدة. لو حابب تسيبها تخمر في الاول وبعدين تكورها وتسيبها ترتاح براحتك. بص، دي علامة ان هي خمرت صح، ان انت يعني تعمل صباعك فيها كده تلاقي نفس النتيجة دي كده، كده ممتازة. يلا بينا بقى على القلي. ظبط الزيت، ده اهم حاجة في ان انت تطلع نتيجة ممتازة، يعني تبقى مستوية ومش محروقة ولا نية من جوه. لازم الزيت يبقى سخن، وبعدين تنزل فيه الدونات وتهدي الزيت شوية، تهدي النار شوية عشان ما تبقاش محروقة من بره ونية من جوه. بس مش بتاخد وقت على فكرة، يعني ثواني معدودة وتقلبها وبس تبقى جاهزة يعني. بص بقى عزيزي آدم، بص الشكل النهائي جامدة. يعني أنا عملت نص كيلو، طلعوا معايا 10 دونات ممتازين، خفيفة جدا جدا، وزنها خفيف جدا في ايدي، وسوفت كده وجميلة. وانا هنا بحشيها بالقمع، شايف حشيتها مربى، وكنت حشيت قبل كده برضو بالنوتيلا، وحكاية يعني. ألف أنا وشفا.